مايكرو فايبر جرين واي. ناس كتير بتسألني هو انا ينفع اشتري فوطة اعمل بيها كل حاجة بدل ما اشتري اكتر من فوطة؟ هو انا ينفع يا جماعة امسح الدولاب والمرايات بالاريال، ولكن امسح الارضيات بالبليدج او الجلانس؟ اكيد لا. كل فوطة من فوط جرين واي ليها ميزة بتميزها عن التانية عشان تقوم بالوظيفة بتاعتها. فوطة التراب هتلاقيها ليها فرو ووبرة علشان تقدر ان هي تمسح كمية كبيرة من التراب وبتخزنها جواها. يعني حتى لو مسحتي بيها الدولاب او الموبيليا او كده ما بتبوظهاش، لان هي مش بتطلع المية براها. هي بتبقى معصورة كويس وبتقدري تمسحي بيها من غير ما تعملي اي مشكلة للخشب. تمام. ده بالنسبه لفوطه التراب. فوطه الازاز بتبقى ما فيهاش وبره خالص عشان تقدري ان انتي ما تسيبيش اثر على المرايه او على الازاز اللي انتي بتمسحيه. هتلاقي فوطه الاطباق فيها ناحيه ناعمه وناحيه خشنه. فوطه الفوط اللي هي التويست زي القفاز او فوطه الارضيات بتبقى عامله زي عارفه زي شكل لسان القطه كده ما بيبقى مشرشر، وعشان يقدر يمسح اكبر كميه ويعمل سكراتش كده للحاجة ينضفها كويس. هو بالظبط كده. دوت شكل فوطة التراب. ونفس فوطة التراب هي نفس النسيج بتاع قفاز التراب، الفرق في الراحة في الاستخدام. انتي تحبي تلبسي قفاز ولا تمسكي فوطة تمسحي بيها؟ هما الاتنين نفس النسيج، وده شكل نسيج فوطة التراب. في وبرة كده خفيفة بحيث ان هي ايه تقدر تلم كمية تراب، اكبر كمية تراب ممكن. ده بالظبط شكل الميكروفايبر تحت الميكروسكوب بتاع فوطة التراب. نيجي بعد كده هنتكلم عن ايه، عن بالمناسبة ده شكل الالكتروستاتيك اللي موجود في فوطة التراب، اللي هي بتمسك فيها الحاجة مش بتقع منها مجرد ما تيجي الحاجة تلمسها يعني. فوطة الإزاز في منها أكتر من شكل عشان النيش وعشان الإزاز وعشان المراية، وتقدري تعملي كل ده من غير ما تضيفي أي جلانس ولا أي منظفات ولا أي حاجة خالص. وده شكل فوطة الإزاز أو فايبر الإزاز تحت الميكروسكوب. مفيش أي وبرة فيه علشان ما تسيبش أثر على أثر مية على المراية أو الإزاز اللي بتنضفه. تمام. بالنسبة لسبونج الأطباق، سبونج الأطباق ده بيبقى على شكل قبضة الإيد كده، تقدري إن انتي تسهلي إن انتي تستخدميه. هي مش جواها سبونجة طبعا. الفرق بينها وبين الفوطة إن الفوطة عبارة عن قماشة فوطة، فتبقى سهلة إن انتي تطبقيها وتتنيها وتخشي بيها في أي حتة في الأطباق أو الحاجات اللي بتغسلي بيها. ده شكل فوطة الأطباق تحت الميكروسكوب، الناحية الناعمة منها. وهتشوفي دلوقتي الناحية الخشنة عبارة عن ايه، زي السلكة بس طبعا مش بتجرح، ولا التيفال ولا الجرانيت ولا الكلام ده كله. ده شكل القرص الانفلفر. ده من نسيج الانفلفر، اقوى نسيج في الفوط كلها للبقع الصعبة وللدهون وللشوزات. وفي منه كذا شكل بقى، في القرص اللي شفناه، في الفوط، في الاسبونجة. هي الفكرة في الراحة في الاستخدام، في انتي بتمسكي الحاجة. ده شكل النسيج من قريب. بصوا قد ايه يعني الاف المترات من القماش في قطعة قد كده صغيرة بتلم كمية دهون فظيعة. دي الاشكال المختلفة للانفلفر، فوطة ذات الوجهين، الفوطة الثلاثية، وفي كمان القفاز. والقفاز ده مناسب جدا للانتريهات والمفروشات والسجاد، لانك انت بتلبسيه وبتقدري تمشي عليه بكل المفروشات. وده الشكل القرص. بالنسبة لفوط الامتصاص بقى في اكتر من مقاس، وانتي بتختاري المقاس اللي بيناسبك، او كلهم ممتازين واي مقاس بيبقى شغال وزي الفل. ده شكل النسيج من تحت الميكروسكوب. بتمتص في اضعاف اضعاف اي فوطة تانية على فكرة. بالنسبة بقى للسبليتر دي فظيعة، اسمها فوطة المطبخ اليومية. دي تقدري تمسحي السفرة بعد الأكل لمنتهى الشياكة كده لو عندك ضيوف من غير أي إحراج. لو في أي حاجة لازقة، الجزء الخشن اللي ده شكله تحت الميكروسكوب بيقدر يسكراتش البقع. فبتقدري تشيليها بسهولة، بتنضفي بيها الميكروويف، التلاجة، السفرة، رخامة المطبخ. حلوة جدا وعملية جدا، وهتبقى ايدك اليمين فعلا في المطبخ. فيها برضو خاصية الالكتروستاتيك، يعني بواقي الاكل بتلزق فيها لما تيجي تمسحي، فبتبقى مسعفة جدا صراحة وعملية جدا في شغل المطبخ. ده بالنسبة للسبليتر. وبيبقى فيها ناحيتين، ناحية ناعمة وناحية خشنة.
هنشوف إيه كمان، هنشوف فوطة اسمها الفوطة الناعمة أو فوطة الفضة بنسميها، دي بتستخدم لتلميع الفضة أو تلميع النباتات الرقيقة يعني بتحتاج عناية خاصة. دي اسمها السكرابر، دي عبارة عن مقلمة كده بتبقى خط ناعم وخط خشن، دي بتبقى لإزالة آثار الملصقات، لو كان في ستيكر أو حاجة وعايزة جيتي تشيليه بيسيب أثر، دي عملية جدا في الموضوع ده. بتلمع برضو وتنضف تراب يعني بس هي أكتر لإزالة الملصقات، آثار الملصقات يعني. من الفوط الجميلة جدا وعملية جدا، ده شكل النسيج تحت الميكروسكوب. منتجات جرين واي بجد بجد عملية جدا، موفرة جدا، آمنة طبعا، بتحدي من استخدام الكيماويات، بتحافظي على بشرتك وتحافظي على صحتك وتحافظي على بيتك وأسرتك بدون أي كيماويات، بدون أي كيميكالز، بتقدري تنضفي وتحافظي على بيتك نظيف بدون أي كيميكالز في البيت. وده الهدف الرئيسي من منتجات جرين واي ومن أصلا فكرة جرين واي عامة. شكرا.